يا جماعة الحقوني، صاحبتي اتصلت بيا. قالوا ايه؟ بتغيظني وبتقول لي جوزي هيخرجني النهارده علشان عيد الحب. قلت لها بجد؟ قالت لي بقى وانتي بقى هتعملي ايه؟ قلت لها لا 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 لا، ده انا عندي برد، حتى صوتي باين عليه ان انا عندي برد وهنام تحت البطانية. وما كانش عندي برد، كنت هخرج على طول. عايزه اقول لكم قفلت معاها من هنا وقمت جريت. تعالى اوريكم عملت ايه، بس قبل ما اوريكم سمي بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه معانا في بوله نزلت بكوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت، حطيت عليها كمان معلقه كبيره من السمنه او الزبده. جبت بقى المضرب وابتديت ان انا اضربها كده مع بعض. ممكن كمان نحطها في قلب الخلاط ونبتدي نضرب كده المكونات مع بعض لو ما عنديش المضرب. ضربتهم بقى بالشكل ده، وبعد كده ابتديت اجيب كده بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش ساقعين معانا، ونبتدي ان احنا كده نحطهم على الخليط بتاعنا. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبعيد الحب دايما يا رب متهنيين. هنحط بقى هنا كوبايتين ونص من الدقيق وهننخلهم مع بعض، وهننزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الكاكاو الخام. سامحوني بقى على صوتي علشان فعلا تعبانه وعندي برد. هنا بقى نزلت كده بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان نزلت بطرف كده المعلقه الصغيره من الباودر بتاع اللون الاحمر، وده بيتجاب من عند العطار. ممكن لو عندك الجل تقدري تستخدميه. هنحط بقى كمان كده الفانيليا علشان انا نسيتها، وهبتدي بقى اقلب الخليط بتاعنا بالشكل ده. الناس اللي كانت متعوده في عيد الحب ان هي تخرج او تتفسح، خلاص يا جماعه احنا عارفين ان الظروف مش احسن حاجه الايام دي. طبعا عايزه اقول لكم كمان ان عيد الحب ده مش مقتصر على ابو العيال وخطيبي والكلام ده، لا لا لا، عايزه اقول لكم ان عيد الحب ده لاولادنا واخواتنا وحبايبنا واصحابنا وكل الناس. هنا بقى علشان الكيكه بتاعتنا سهله وبسيطه، المفروض ان هي بتتعمل بكوبايه الا ربع من اللبن الرايب. انا بقى عملت ايه هنا؟ جبت كوبايه من اللبن يكون بارد معانا، وحطيت عليها معلقه صغيره من الخل، هتبتدي ان هي تروب معانا، هتبقى كانها لبن رايب بالظبط. تعالوا بقى كده نحطها ونقلب الخليط بالشكل ده كده في اتجاه واحد لحد ما يبتدي يندمج كده مع بعضه ويختلط ببعض. هنا بقى بقلب كده لقيت القالب القمر ده، قلت والله العظيم نعمل فيه بالمناسبة السعيدة اللي احنا فيها دي. هو نبسط نفسنا شوية. دهنته دهنة بسيطة كده من الزيت، وابتديت ان انا احط فيه الخليط زي ما انتم شايفين. حطيت بقى هنا في الكبير وحطيت كمان في الصغير، وبرده جبت القالب التاني ودهنته كده بالزيت. وكنت بقى في الوقت ده مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وعلشان ادخل الكيكة بتاعتنا هحطها كمان في الرف الوسطى. دي اسهل كيكة ريد فيلفت تقدروا تعملوها. وانا بقى بعمل الكيكة كده وفي ساعة تجلي كده جت سما كده جنبي وقالت لي الله يا ماما ايه الجمال ده، ايه القلوب الجامدة. قالت لي بقى يا ماما عايزة اسألك سؤال، تفتكري لو بابا جه ودخل عليكي بخاتم يعني هتعملي ايه؟ عارفين اتأثرت كده في قلبي. قلت لها يا حبيبتي بابا يعني الظروف ما تسمحش دلوقتي، هو يعني عايز يجيب لنا الدنيا كلها ويجيب لي الدنيا فعلا كلها الايام دي، والظروف ما تسمحش وتراني كده اتأثرت. المهم ما علينا يعني الحمد لله. جبت بقى هنا نص كيلو كده من الفراولة، وحطيت عليها باكت من جيلي الفراولة، وحطيت عليها كمان نص كوباية من السكر، وخدتها كده هيلا بيلا على النار، سبتها لحد كده ما تعمل لنا صوص كده لطيف جميل على النار. جيت بقى هنا دخلت الكيكة الفرن وطلعتها بعد بالظبط ساعة الا تلت. طلعت بالشكل والمنظر الجميل ده، بصوا خطيرة بقى وريحتها فظيعة. وبعد بقى ما بردت جبت بقى الصوص كده وهو سخن، رحت حطاه على الكيكة علشان تتشرب كلها من الصوص الخطير ده. وخطوة مهمة جدا، الصوص معاكي يبقى سخن والكيكة معاكي تبقى باردة علشان كده تتشرب وتاخد بقى من طعم الصوص وتبقى خطيرة. بنسيبها بقى تبرد كده حوالي ساعة، وبعد ما تبرد بنحطها في التلاجة. في الوقت ده بقى جالي مكالمة تانية من صاحبتي، قالت لي عارفة احنا خرجنا رحنا فين؟ قلت لها حبيبتي ربنا يهنيكوا ويسعدكوا، رحتوا فين يا حبيبتي؟ قالت لي ابدا يا حبيبة قلبي، طلعنا السطح وقلنا نقعد شوية قاعدة كده رومانسية في السطح. قلت لها ايوه هي دي الست المصريه الجدعه الاصيله. عايزه اقول لكم يعني اتبسطت. قلت لا يعني هي تخرج وانا ما اخرجش؟ لا 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 ازاي. المهم جبت بقى هنا كان عندي شويه كريم شانتيه، قلت بس ادلع بقى شويه كده واعمل بقى الشكل القمر ده علشان ايه عيد الحب بقى والفالنتاين يا جماعه. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الجو اللي انا عاملاه ده، حلوه بقى ولا هتجربوها ولا ايه؟ قولوا لي. بس ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. مش لازم نعملها في عيد الحب، دي كيكة سهلة وبسيطة تقدروا تعملوها في اي وقت، ومكوناتها حلوة وكمان طعمها حلو جدا. وتعالوا بقى اوريكم الجمال لما قطعتها وطلعت منها قطعة كده، وبجد طعمها كان حلو جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وطريقة سهلة وبسيطة. وقولوا لي رأيكم ايه، وقولوا لي بقى انتوا هتعملوا ايه، هتقضوا الفالنتاين فين؟
يعني شو قولوا لي كده عشان بس يمكن اخد منكم افكار ولا حاجه. طبعا انا هقضي انتوا عارفين فين، في البيت اكيد. يلا بألف هنا وشفا. بصوا خطيره بقى وفلافي كده وطعمها حلو جدا، تقدروا تعملوها في اي وقت وفي اي مناسبه، مش لازم في الفالنتين. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير، جربوها ان شاء الله هتعجبكم.